المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ما تقطع علينا عادة ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم، وربنا يقدرنا يا رب دايما على فعل الخير، وكتر يا رب من اللايك والشير. في الفيديو بتاع النهارده هقول لك على طريقة تغيير إضافة صديق على الفيسبوك إلى المتابعة. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس على اللايك عشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. يلا بينا نروح على الشرح. اهلا بكم مره تانية. بعد ما بنروح نفتح الفيسبوك، طبعا اول ما تفتح الفيسبوك ويظهر معاك بالشكل ده، بنيجي احنا رايحين على الثلاث شرط اللي في الاخر دول، بيفتح معاك صفحه بالشكل ده. بننزل تحت كده شويه، بنيجي رايحين على الاعدادات. بعد ما بنفتح الاعدادات بننزل تحت كده شويه لحد ما نلاقي حاجه اسمها الجمهور وامكانيه الرؤيه. بنيجي رايحين على طريقه عثور الاشخاص عليك والتواصل معك. بنيجي رايحين على اول خيار ونخليه اصدقاء الاصدقاء. طبعا ده اول ما بتفتحه هتلاقي عندك الجميع، بنيجي احنا عاملين اصدقاء الاصدقاء. بعد كده بنرجع وبنيجي رايحين على المتابعون والمحتوى العام. المتابعون والمحتوى العام دي لو ما لقيتهاش يبقى انت سنك تحت ال 18 سنة، لازم يكون سنك فوق ال 18 سنة عشان تلاقي الخيار ده متوفر عندك. ده شروط من شروط الفيسبوك. بنيجي رايحين على المتابعون والمحتوى العام. اول واحدة بنخليها العام، من يمكنهم متابعتي، طبعا دي العام. الاشخاص الذين يمكنهم رؤية متابعيك على يومياتك، طبعا برضو نخليها العام. من الذي يمكنه رؤية الاشخاص، دي انا فقط. واللي بعد كده العام برضو، من الذي يمكنه التعليق على منشوراتك العامة العام. واللي بعدها العام برضو، كل العام ما عدا من الذي يمكنه رؤية الاشخاص والصفحات والقوائم التي تتابعها. بعد كده دي بتبقى مقفولة، بنفتحها. لو انت عايز تخليها مقفولة برضو خليها عادي. دي بتاعة التعليقات، بيجيب لك التعليقات اللي هي الكويسة، بيخليها لك اول واحدة او في الاول. معاينات خارج الفيسبوك دي برضو بتخليها مفتوحة زي ما هي. بعد كده بنرجع. في برضو طريقة تانية سهلة، ممكن تروح على الملف الشخصي بتاعك، وبتروح على الثلاث نقط اللي تحت بعضهم دول، وبتيجي رايح على اعدادات المتابعة. برضو اول واحدة بتخليها العام، ودي برضو العام زي هناك برضو بالظبط كده، كله بتخليه العام برضو الجميع. وهنا برضو دي بتاعة التعليقات ومعاينات خارج الفيسبوك، برضو بتخليها زي ما هي. دي طريقة تانية برضو لو انت مش عايز تروح على الاعدادات يعني. بعد كده بنيجي رايحين على عرض كما يظهر للآخرين. هتلاقي زر المتابعة ظهر معاك بالشكل ده بدل ما كان إضافة صديق. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس على اللايك عشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.